وفجأة هتفرح كل الناس اللي بيسافروا إيطاليا كتير. السفير بسام راضي سفير مصر في روما أعلن عن الاتفاق بين مصر للطيران ومطار ماركو بولو في مدينة فينيسيا الإيطالية على تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وفينيسيا بداية من سنة 2026. الخط الجديد هيبدأ برحلتين في الأسبوع يوم الجمعة والاثنين، وده في المرحلة الأولى، وهيشتغل بطيارات حديثة. مصر للطيران هتستلمها قريب من بوينج وإيرباص. الخط ده خطوة مهمة قوي لتقوية وجود مصر للطيران في إيطاليا وأوروبا، وكمان هيسهل على الإيطاليين السفر المباشر للقاهرة من غير تعب ولا ترانزيت، خصوصا إن الرحلات بين مصر وإيطاليا أصلا زادت، وفي رحلتين يوميا بين القاهرة وروما و3 رحلات يوميا لميلانو. كمان في مفاوضات مع شركة إيتا الإيطالية لتشغيل رحلات مشتركة بنظام كوشير، وده هيزود حركة السفر أكتر. التوسع ده هدفه الأساسي دعم السياحة بعد وصول أعداد السائحين الإيطاليين أكتر من 1,000,000 سائح.